السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. النهاردة بقى حلقة مدوية، فعشان كده بقى عايزك تنزل بقى باللايك وانزل بالفولو عشان يوصلك كل جديد مع أخوك حبيبك يوسف، اللي أنا بسعى دايما أجيب لك كل الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، وعايزين بقى نخش مع بعض في الموضوع على طول. وطبعا الدنيا مقلوبه في النادي الاهلي، وجمهور الاهلي شايط نار، ايد نار جمهور الاهلي. الدنيا مقلوبه، وخاصه على الاداره وعلى عقد يسترب الكارثي. فعلا زي ما بقول لك كده، على عقد يسترب الكارثي. ايه ده؟ انا اول مره اشوف بند كده، اول مره اشوف بنود تعاقديه كده. ايه ده؟ ازاي؟ يعني في شرط جزائي يتحط بالمبلغ ده 6 مليون دولار، والراجل مصمم ان هو لو مشي عايز ياخد عقده كامل 4 شهور كاملين. ما حقه. ازاي عقد يبقى كده مع مدرب ازاي؟ وبعدين انت اي مدرب هيجي بعد كده بيسأل، طب اللي قبله اللي قبلي كان بياخد كام؟ طب ايه ما طبعا بيسأل. هلا هو جاي يمسك مركز شباب؟ ده جاي يمسك نادي اهلي كنادي عظيم. طب نقفل قصة المدرب، ماشي، احنا عارفين ان العقد كارثي وكارثي. نخش على اللعيبة، على لعيبة النادي الاهلي. مش ممكن ان دي نجوم ايه ولا ضافت ولا عملت؟ فين ايام ابو تريكه وايام؟ قولوا لهم اللعيبه دي كانت بتعمل ايه في الملعب. ده على كده بقى المبالغ اللي كانت ايام ابو تريكه ده كده هي، ده كانوا بياخدوا المبالغ، ما كانوش بياخدوا المبالغ الضخمه دي كده، وكانوا بيمشوا. ده ابو تريكه كان بيمشي على الحيط على كده كان هيطلع نار من بقه. المهم، طبعا هنتكلم عن مباراة القمة وحديثنا عن لقاء القمة. وطبعا خلاص بنسبة كبيرة زيزو مش هيبقى موجود في مباراة القمة، وانا شايف طبعا غياب زيزو عن مباراة القمة ده مكسب للنادي الاهلي. كده كده زيزو وجوده زعل. اخر 5 6 لقاءات زيزو اداؤه سيء جدا الحقيقة، بعيد عن مستواه. فطبعا يعني هو هيغيب بسبب ان عنده اصابة في العضلة الخلفية، وطبعا هيتحدد مصيره خلال الساعات اللي جايه، بس بنسبه كبيره هيغيب عن اللقاء. نفس الكلام في تفكير وبيدرسوا ان هم يستبعدوا امام عاشور من مباراه القمه. نفس الكلام. انا طبعا بتفق، طبعا يعني الواحد يعني بنتفق مع الكلام ده بنسبه مليون في الميه. وجود بقى حسين الشحات وتريزيجيه. حسين الشحات حاليا افضل جناح مع طبعا تريزيجيه، هم دول الافضل في النادي الاهلي حاليا. هم دول الانسب بصراحه. لكن هو بصراحة إمام عاشور وزيزو وجودهم زي عدمهم. فطبعا من الأفضل النادي الأهلي ومكسب للنادي الأهلي إن هم ما يلعبوش مباراة القمة. نروح على الجانب الآخر بقى، نادي الزمالك. وطبعا الفرصة الذهبية لنادي الزمالك. الزمالك لو ما كسبش الأهلي في الحالة دي هتكسبه إمتى؟ وطبعا مباراة الأهلي والزمالك في حد ذاتها بطولة أصلا، رغم ان جمهور الاهلي او جمهور الزمالك ما بيرضاش غير بالمنصات التتويج، وما بيرضوش غير بالبطولات، خاصه جمهور النادي الاهلي زي ما احنا عارفين. فطبعا الزمالك ما بينه وما بين الاهلي دلوقتي 6 بونت. لو الزمالك كسب وانبي عمل مفاجاه وكسب بيراميدز، رسميا يبقى الزمالك بطل الدوري. ومعتمد جمال هيبقى على اعتاب التاريخ. الكابتن معتمد جمال خلاص الراجل يعني على اعتاب التاريخ مع نادي الزمالك. طبعا عامل موسم خرافي مع الزمالك وعامل نجاحات غير طبيعيه بصراحه، عكس بغض النظر عن مباراه انبي الاخيره يعني. لكن الزمالك بصراحه يعني مفيش فرصه احسن من كده. انت في حالتك في حاله فنيه كويسه افضل من النادي الاهلي. لو ما كسبتش الاهلي في الحاله دي، لو ما كسبتش النادي الاهلي وحالته كده، هتكسبه امتى؟ فتبقى طبعا هتبقى كارثه وخساره كبيره للزمالك لو ما فاز على النادي الاهلي في هذه المباراه، وهتبقى خساره كبيره على جمهوره يعني. نروح بقى. وبصراحه انا اول مره اتكلم عن الاسماعيلي، ما كلمتش عن نادي الاسماعيلي. وشفنا طبعا إن الاسماعيلي فاز على بتروجيت اول امبارح، وعمل مباراه يعني جيده، وفاز في الوقت القاتل على بتروجيت. وشفنا طبعا دموع الكابتن حسني عبد ربه، دموع غاليه جدا الحقيقه. وطبعا الاسماعيلي بينافس خلاص يا جماعه. وسمعنا كمان ان هم الاسماعيلي بيطالب بالغلب والتاني. ايه ده؟ امال هنلعب بقى ب 98 فريق و97 فريق في الدوري ولا ايه؟ يعني احنا طبعا كلنا نتمنى ان الاسماعيلي
ان هو يستمر في الدوري ويعمل ويكمل في الدوري. الاسماعيلي وجوده في الدوري طبعا حاجه عظيمه جدا، طبعا تاريخ كبير للاسماعيلي. وطبعا ان شاء الله نتمنى التوفيق للاسماعيلي وجماهيره الفتره الجايه، وتصوير ان شاء الله باذن الله في لقاءات جديده، ونشوف بقى مباراه قمه حلوه كده ان شاء الله نستمتع بيها باذن الله. سلام عليكم.